السلام عليكم ورحمة الله. عزيزي المشاهد، النهاردة جالك بتشكيلة عربيات ممتازة جدا وبأسعار فوق الممتاز بفضل الله. كل يوم بنعمل تحطيم أسعار. بس أنا آسف يا جماعة اليومين اللي فاتوا لأن والله كان عندي شوية مشاغل. بس إن شاء الله يعني هقدر أنزل لكم كل يوم فيديو بإذن الله زي ما احنا متعودين. فلو بتدور على عربية معينة إن شاء الله تلاقيها معانا في الفيديو ده. النهاردة معانا تشكيلة عربيات أوبل أسترا، لادا كلينا، ومعانا النهاردة دايو لانوس العربية موديل 2004. فياريت تكمل الفيديو عشان ان شاء الله لو بتدور على عربية معينة ان شاء الله تلاقيها معانا في الفيديو. العربية الاولى اللي معانا عربية لادا موديل 2006. العربية كاملة مانوال يا جماعة، عربية فابريكا بالكامل برا وجوه، وده على كلام صاحب العربية يا جماعة. العربية فيها يعني تجاريح من الخارج، فده برضه هتحتاج انها تترش. بس العربية على الوضع الحالي فابريكا بالكامل. العربية فيها رخصة سنة، فحص 2026 الجاي إن شاء الله. مكنة في العربية 1600 سي سي. العربية مرور محرم بيه. عداد العربية 150 ألف كيلو يا جماعة. العربية دي محلتش مسمار على كلام صاحب العربية، كل حاجة فيها على وضع بلاتها. العربية بقى تكييف باور، إزاز كهرباء أمامي، سنتر لوك، جهاز إنذار. فرش العربية الأصل يا جماعة، مكنة وفتيس وعفشة وآلات جر 10/10. اللون اللي في العربية يعني لون مميز جدا يا جماعة، لون نبيتي. اللون ده يعني من الألوان الجميلة جدا. العربية مطلوب فيها سعر 72,000 جنيه. العربية موديل 2006 يا جماعة. وإن شاء الله في المعاينة يعني تتواصل مع صاحب العربية وتجيب سعر أحسن من كده بإذن الله. ورقم تليفون صاحب العربية هسيبهولكوا في أول تعليق مثبت. العربية التانية اللي معانا عربية أوبل أسترا موديل 2003. اللون اللي في العربية يا جماعة برضو اللون الأبيض ده يعني لون ممتاز جدا. والعربية كانت رشة من الخارج، بس يعني الرش فيها ممتاز جدا. العربية فيها رخصة سنة، مرور المحلة، مكنة 1200 سي سي. عداد العربية دي يا جماعة 130 ألف كيلو. عربية فابريكا دواخل ومن الخارج ما عدا بعض مرمات بسيطة، يعني كان فيها بعض مرمات من الخارج دي اللي معمولة فقط يا جماعة. غير كده العربية بدون رش نهائي. والعربية يعني الألماني فوق الممتاز. العربيات دي من العربيات الألماني يعني بيها وسائل أمان ممتازة، يعني عربيات اعتمادية وثبات على الطريق فوق الممتاز. عربية بقى تكييف تاتش باور، سنتر لوك، إزاز كهربا. العربية فيها 2 إرباج، فرامل EBS، كاسيت أصلي. عربية بقى طقم جنوط سبور 17. فرش جلد على الكراسي بنسبة 90% 95%. العربية يا جماعة عربية بيتي متهلكتش كتير. مكنة وفتيس وعفشة وآلات جر 10/10. والعربيات دي يا جماعة من العربيات الكويسة جدا. العربيات الألماني عربيات معمرة، والسعر المطلوب في العربية هو 115,000 جنيه. ورقم تليفون صاحب العربية هسيبهولكوا في أول تعليق مثبت. وياريت يا جماعة تفرحونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان نستمر في تنزيل الفيديوهات. العربية التالتة اللي معانا عربية دايلانوس موديل 2004. العربية كاملة مانوال، عربية فابريكا دواخل رشة منها الخارج ما عدا السقف. العربيات يا جماعة التانية اللي كانت معانا الأولى والتانية العربيات دي فابريكا، إنما دي فابريكا دواخل رشة منها الخارج ما عدا السقف فقط. رخصة 5 شهور. العربية مرور الجيزة. مكنة في العربية 1500 سي سي. معظم الدايلانوس يا جماعة بيبقى 1500 1600. العربية دي فيها توكيل واحد، المعاينة إن شاء الله في شبين الكوم. العربية بقى تكييف تلاجة باور، سنتر لوك، 4 إزاز كهربا، طقم جنوط سبور، فرش جلد على الكراسي، كاسيت وسماعات. العربية بقى مكنة وفتيس وعفشة وآلات جر 10/10. السعر المطلوب في العربية دي هو صاحب العربية طالب 105,000،
بس إن شاء الله في المعاينة توصل لسعر أحسن من كده. العربية موديل 2004 دايو لانوس، والعربيات يا جماعة كلها للبيع من أصحابها. فلو بتدور على حاجة معينة ياريت تكتبلي في التعليقات وأنا تحت أمرك. والسلام عليكم ورحمة الله.